السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض كده سريعا سريعا نعمل احلى مج كده بالفوم بتاع نسكافيه بلاك فيرست. طبعا كلنا من عشاق النسكافيه يا جماعة. الحاجات ديت حلوة جدا جدا وبتحسسنا بالشبع، وحاجات في البيت طبيعية. يعني اي حاجة في البيت انا بعملها طبيعية طبعا زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنبدأ الفيديو بتاعنا زي ما تعودنا بصلاتنا على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الفوم اللي معايا النهاردة ده على حسب الرغبة. يعني ايه على حسب الرغبة؟ يعني السكر معاكي على حسب الرغبة، الفوم نفسه على حسب الرغبة. في ناس بتحبه تقيل، في ناس بتحبه خفيف، وفي ناس بتحبه زي حالاتي كده وسط. انا ما بحبوش اتقل من كده، انا بحبه كده زي ما انتم شايفين كده، انا بحبه كده. طبعا الفوم ده انا ممكن اعمله واشيله لتاني يوم في التلاجة طبعا، ولا بيهبط ولا بيحصل له اي حاجة. انا ليه عملته في حله؟ انا جايبه لسه مجين كده على شكل قلب ليا انا وكوكي، وصراحه خفت اعملهم في المج لا يتكسر، فقلت لا، طب وعلى ايه بناقص، انا اعملهم في حله احسن. عشان كنت بصور معاكم خفت برضو اعمل في بوله تتكسر، فقلت لا خلينا اضمن نعمل في حله واحنا مع بعض كده، عشان بيبقى الواحد وما دام بيصور بيعمل حاجه بسرعه ومش عايز يتلخبط. فطبعا عملنا، شايفين الجمال بقى؟ شايفين حاجه كده ولا في الاحلام؟ طبعا هنعمل المج كده، هنعمل الفوم ازاي؟ الناس اللي ما بتعرفش تعمله او الناس اللي ما بتعرفش تطلعه بالشكل او بالفوليوم ده او بالكثافه او بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالظبط، قلنا السكر بتاعه حسب الرغبه. طيب احنا بنعمل ايه عشان نوصله للفوم ده؟ بنجيب الاول كده السكر بتاعنا. لو هنعمل المج اللي انتوا شايفينه ده، لو هنعمل كوبايه واحده يعني او مج، بنجيب معلقتين سكر. الكوبايه بتاخد معلقتين سكر، وبتاخد معلقه واحده، معلقه ونص، معلش سوري، معلقه ونص نسكافيه على معلقتين سكر. طبعا على معلقه ميه سخنه كبيره مغليه. الميه السخنه لازم تبقى مغليه بمقدار معلقه واحده، معلقه كبيره، معلقه اكل كبيره يعني، يا دوبك نغطيه كده وننزل عليه بالمضرب زي ما انتوا شفتوني كده وانا شغاله. ننزل عليه بالمضرب ونضربه لحد ما يوصلنا للقوام اللي انتوا شفتوه معانا ده. طبعا بنبتدي بعد كده نحطه في المج اللي احنا هنشربه، ويبقى اللبن عندنا مغلي. طبعا اللبن عندنا فريش زي ما انتوا شايفين، مش لبن بودره زي الشغل بتاع بره او الكافيهات اللي بره. طبعا اي مج من ده كده بنشربه دلوقتي كده في الايام دي، في الشتاء او في السقعه او ايا كان صيف او شتاء، بنشربه بره. بنشربه باقل حاجه 30 جنيه 25 جنيه. فطبعا زي ما انتوا شايفينه كده احنا بنعمله في البيت موفر جدا جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده احنا بنحط الفوم الاول في المج، وبيبقى اللبن مغلي، وبنجيب اللبن نصبه فوق الفوم، وبنبتدي نقلب واحده واحده. قلنا السكر حسب الرغبه، والفوم اللي احنا بنعمله سواء تقيل او خفيف حسب برضو الرغبه. هتشوفوا المج في النهايه يبقى شكله عامل ازاي. هنحاول ان احنا نقلب واحده واحده فيه كده، بحيث ان احنا ندوب اللبن اللي احنا غاليينه ده في الفوم. اللبن ده مغلي يا جماعه. في ناس ما عندهاش لبن، طيب اللي ما عندوش لبن ممكن يعمل الفوم زي ما عملناه كده بالظبط، ملوش علاقه باللبن خالص، ويغلي الميه بدل اللبن ويضيف الميه. بس في حاجه هقول لكم عليها عن تجربه شخصيه، الميه بتهبط الفوم ده شويه. اللبن سبحان الله مع انه لبن بس اخف من الميه، بيخلي لي الفوم زي ما هو والشكل بيبقى معايا زي ما هو. هنبتدي ان احنا، طبعا انا ماليه المج خالص. طبعا ان احنا ممكن كمان بقى حاجه ان احنا نضحك على الاطفال ونحفز الاطفال ونسقيهم، بحيث ان احنا نخففه شويه، تبقى حاجه زي كده الشوكليت مثلا بالنسبه لهم، بس تبقى طبعا النسبه خفيفه مش زي ما احنا بنعمله لينا كده ككبار، بحيث ان احنا مدخلين فيه لبن. في ناس طبعا بتحب تزينه بالشوكولاته، في ناس ممكن تحط عليه مكسرات. حبيه زي ما انت عايزه تحبيه، بس دي حاجه طبيعيه لنفسك في البيت او للاولاد في البيت، حلوه جدا جدا جدا. انصحكم كلكم تجربوها. الاطفال اللي ما بتشربش اصلا لبن ممكن ندخل لهم اللبن في حاجات زي كده، بحيث نضحك عليهم ونقول لهم تعالوا ده مشروب هوت شوكليت او مشروب بالشوكولاته او ايا كان، ونحاول نزين المج كده. بس صراحه هو المج غني بكل حاجه، انا مش محتاجه يا جماعه اصلا، لانه هو فيه لبن وفي سكر وفي كل حاجته، فانا مش محتاجه ان انا ازود شوكولاته عشان الموضوع ما يبقاش اوفر برضو. في ناس بتحب تزينه او ناس بتحب تشربه اتقل من كده. قلنا كل حاجه حسب الرغبه. عايزه تزودي لبن، عايزه تزودي سوري سكر، حسب الرغبه. عايزه تزودي الفوم يبقى اعلى من كده واكتر من كده، ده حسب رغبتك انت وحسب ما حضرتك تحبي. ده الشكل النهائي بتاعه. احنا بعد ما عملناه اللبن بيبقى مغلي معانا زي ما قلنا، ونحط الفوم حسب الرغبه، ونبتدي ان احنا نحاول نقلب على قد ما
نقدر كده بحيث ان احنا ندوبه. شايفين الجمال؟ يا لهوي على الجمال. شايفين حلو قوي قوي قوي، بيدفي جدا جدا جدا. شايفين تحفه 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 تحفه. طبعا حلو قوي قوي، وبيحسسنا كمان بالشبع. ممكن ما يخليناش يعني ما ناكلش كتير، بمعنى اصح حاجه مفيده وحاجه حلوه، ونضحك على الاطفال كمان بيها. بس حاجه يعني نصيحه تعالي انت رايحه فين؟ تعالي يا حبيبتي، هتبوظي لي شكل الفيديو وشكل المج القلب، بوظي لي البرستيج اللي احنا قاعدين نعمله. شايفين الفوم يا جماعه؟ انا هصور لكم شكل المج في النهايه. الفوم هيبقى يعتبر 3/4 المج او تلتين المج، واللبن التلت. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم. هو كده قلنا الفوم والسكر والكلام ده حسب الرغبه. خلي بالكم هو بيبقى مر، فلما تعملوه زودوا نسبه السكر شويه. يعني انت لو بتشربي معلقه سكر في المج، لا اعملي معلقتين، اعملي الدبل، يعني اعملي بالزياده. شايفين الفوم بقى معايا قد ايه؟ تحفه تحفه حاجه كده، ولا كافيتيريا بره ولا اي حاجه بره. طبعا مفيش زي الحاجه اللي بنعملها لنفسنا في البيت. انصحكم تجربوا له الاطفال، بس خففوا النسبه بتاعته شويه، وتحكوا عليهم باي حاجه ان هو مشروب شوكليت او مشروب اي حاجه. دي كانت نهايه الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد واشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.